بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. احتفلنا بعيد العنصره او عيد العنصره، عيد حلول الروح القدس، واحتفلنا كمان بعيد تذكار مين ملك ميخائيل. وكمان كام يوم هنحتفل بعيد قديس مهم جدا ورمز مهم جدا في حياتنا، رمز للتوبه. حد كده بيقولوا عليه ان هو اسود، موسى. شاطرين. لكن البابا ذات نفسه لما جه يرسمه كاهن ولبس التونيا قال له يا انبا موسى بقيت ابيض من بره ومن جوه. لما لبس التونيا البيضه كده قال له لا، هو انا ممكن ابقى ابيض من بره عشان لون التونيا، لكن جوه اللي ربنا عارف. رغم ان يوم رسامته ساعة لما الكهنة كده حبوا يمتحنوه هو داخل، قال له انت ايه اللي جايبك هنا يا اسود؟ ما تطلع كده تقعد بره، ايه اللي معادك وسطنا؟ وحتى كده احنا بنقول في التمجيد قال استحقاق يكون نبذوك يسود اللون يا رماد الجلد دهون بجوري ابا موسى. وسمع كلامهم فعلا وخرج. النهارده لما كنت كده قاعد بدور في سيرة القديس العظيم الانبا موسى الاسود، لأنه هو شفيعي من أيام قبل ما أسافر روسيا على طول، وهو يمكن كان السبب في إن أنا أسافر بره. أول علاقتي بيه كنت لسه مخلص ثانوية عامة، ولسه كنت بفكر أنا واحد صاحبي هندخل كليات إيه ونعمل إيه. فساعتها كنت هناك في الدير وكان مطلوب مني مبلغ في الجامعة. أنا تمام عارف الأنبا موسى هو شفيع اجتماع الشباب عندنا وأخويا بيحبه وله صورة عندنا في البيت، لكن أنا ماليش علاقة بيه. فاقعد كده اتكلم مع ابونا هناك في الدير، فبقول له يابا الامر 1 2 3 ومطلوب مني مبلغ وما اعرفش ايه. قال لي بقول لك ايه، انت شايل هم ليه؟ وقتها كان في ازمه الدولار ما كانش موجود. حتى مستر رضا الله ينح روحه كان موجود. بقول له يا مستر رضا احنا بنحاول نلاقي دولارات. قال لي صدقني حقيقي هشوف لك، بس صدقني هو مفيش خالص. الكلام ده في 2016. فساعتها وانا بتكلم مع ابونا قال لي انت شايل هم ليه؟ خش قول له التمجيد كده وقول له انا عايز اعرف انت ازاي زعيم عصابه ومش عارف تجيب لي المبلغ. بقول له ايه؟ خش قول له انت ازاي كنت زعيم عصابه ومش عارف تتصرف وتجيب لي المبلغ. فقلت له لو قلت كده انا مش هخرج من الكنيسه. انا لو قلت كده انا مش هخرج من الكنيسه، وانت عارفه بيهزر على طول بالصليب. اسمع الكلام وخش اعمل اللي بقول لك عليه. ماشي. دخلت قلت التمجيد وقعدت شويه كده مع نفسي جوه، اللي هو عمال بقى بفكر يا رب انت رايد ان انا اقعد هنا في مصر، ولا رايد ان انا اسافر، ولا رايد بايه؟ دبر حياتي انت زي ما انت حابب، حياتي كلها في ايدك. بعدها بشويه خرجت الاقي ان والدي كان بيحاول يتصل بيا كذا مره ومش عارف يوصل لي. والوقت بتاع المكالمه هو الوقت اللي انا قلت فيه الجمله دي قدام صوره الانبا موسى الاسود. ايوه بابا في ايه؟ انت فين يا ابني؟ معلش انا كنت في الكنيسه بقول تمجيد الانبا موسى وكنت بعاتبه شويه. في ايه؟ طيب انا كان في حد عندي هنا جاب لي 4 أضعاف المبلغ اللي انت عايزه، وهو لسه نازل من عندي، وهو اللي عرض لوحده. ايه؟ جالي 4 أضعاف المبلغ اللي انت عايزه والراجل عرض لوحده وما خدش اي فلوس فوق سعره الرسمي. طب اقفل، انا عارف هما جم ازاي. اقفل. دخلت انا اسف، هو اللي قال اقول لك، بس هي شكلها طلعت بتجيب معاك نتيجه. فقلت السنه دي احاول كده اتعمق في سيره الراجل ده، لان سيرته فعلا حلوه في كل حاجه. فلقيته كان كتب 7 نصايح لقديس اسمه الانبا بيمن مكتوبين في بستان الرهبان. ال7 نصايح دول نقدر نقول عليهم كده دستور موسى الاسود. اي دوله كده المفروض بيبقى ليها ايه؟ دستور وقانون بيمشوهم. الدستور هي المبادئ اللي بيمشوا عليها علشان تبقى الحياة منظمة، وتبقى الحياة ما هياش مهرجلة، ولا تبقى الحياة كده وحشة، لا تبقى منظمة قدر المستطاع. والأنبا موسى بحكم خبرته بقى اللي عاشها في الصحراء
وتعليمه على ايد القديس إيسيزوروس والقديس مقار الكبير والقديسين البرية العظام في الإسقيط، لما جه نصح الأنبا بيمن كتب له 7 نصايح. ال7 نصايح دول نقدر نعتبرهم كده دستور لو مشينا عليه احنا شخصيا في حياتنا يفرق معانا جدا. أول مادة فيه كانت بتقول له: كما هو مكتوب على الإنسان أن يحب الله من كل نفسه ومن كل فهم. إيه ده؟ يعني إيه يحب الله من كل قلب ومن كل فهم ومن كل نفسه؟ هو الكلام ده من عنده؟ لا، الكلام ده موجود أصلا في الكتاب المقدس. لما نلاقي كده في سفر التثنية بيقول إيه؟ فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. إنه بيقول له لازم تعيش في حب حقيقي مع ربنا، وتعيش معاه وتطلبه هو الأول قبل ما تطلب أي حاجة، لأنه هو اللي هيقدر إن هو يعولك. الأنبا موسى في وقت من الأوقات لما كان سأل كده الأنبا مقار، قال له: يا سيدنا، أنا كل ما بحاول أقعد يومين لوحدي في القلاية أو أقعد لوحدي كده شوية بعيد عن إخواتي، ألاقي الباب كل شوية بيخبط وحد بيجي، اللي عايز كلمة منفعة، اللي عايز يقعد معايا، اللي عايز يسألني عن حاجة، فمش حاسس إن أنا ألاقي نفسي. وساعتها كان نصح بيروح يقعد كده عند صخرة اسمها صخرة بترا ويبقى متوحد هناك. وساعتها لما راح هناك جاله مجموعة رهبان يزوروه، برضو ما بطلوش، لكن وقتها قدم لهم آخر شوية مية عنده، وكان المفروض يعمل لهم غدا. فهو عمال كل شوية يخرج ويدخل، يخرج ويدخل. ويقال وقتها ان الجو كان صيف وحر جدا، يعني مثلا ممكن نعتبره اغسطس. مرة واحدة لقوا الدنيا بتمطر والجرار بتاعت الأنبا موسى كلها اتملت، وهو بقى داخل وهو مبلول كده، هو فرحان. فسألوه: انت فرحان ليه يا ابانا وبعدين الدنيا مطرت ازاي؟ قال لهم: اصل الصراحة انا كنت عمال كل شوية بخرج وبدخل، عشان كل شوية بخرج اصلي واقول له: يا رب اخواتي موجودين عندي، مش عارف اكرمهم ولا عارف اضيفهم، مش عارف اعمل لهم اي حاجة، والمية خلصانة واتصرف انت. فساعتها مجدوا ربنا، لان هم شافوا في الأنبا موسى الإنسان اللي عمل كده، زي ما السيد المسيح قال في إنجيل معلمنا متى لما قال: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزداد لكم. إن هو علشان بقى عايش مع ربنا وبقى عايش ما بيفكرش في حاجة غير في ربنا اللي بقى عايش معاه في قلب البرية، ربنا ما خذلوش، بالعكس وقف معاه وبقى بيساعده، وبقى بيحاول كمان يسدد له كل احتياجاته. وده ما جاش من فراغ، ده جه من فكرة حب حقيقي لربنا من قلبه. الوصية التانية اللي وصاه بيها لما قال له: على الإنسان أن يحب قريبه كنفسه. والوصية دي برضو موجودة في سفر اللاويين، لما نلاقي كده الكتاب بيقول: تحب قريبك كنفسك. طبعا الوصية دي اختفت من عالمنا دلوقتي. أنا ومش مهم أي حد تاني، أنا ومش مهم أي حد من بعدي، المهم أنا أبقى مبسوط، المهم أنا أبقى مرضي، المهم أنا أبقى حاسس إن أنا عايش كويس، مش مهم أي حد تاني يبقى عايش إزاي ولا دنيته ماشية إزاي. والحقيقة إن إحنا لما نعيش بالوصية دي أغلب مشاكلنا هتتحل. في أوقات كتير ممكن بيبقى في بعض الناس بيبقى في إيديهم حلول لناس زيهم برضو، يعني الاتنين زي بعض، بس حد فيهم ممكن يبقى عنده حاجة زيادة ممكن يساعد بيها حد، بس يقول لأ، مع إنه هو لو ساعده هو مش هيجي عليه. هما الاتنين هيبقوا فعلا عاشوا بمبدأ المحبة وبمبدأ الإنجيل قاله. ولو ركزنا بقى في سيرة القديس العظيم الأنبا موسى هنلاقي إنه في مرة قرر يكسر وصية
اتقالت في الإسقيط علشان ينفذ الوصية دي. إزاي؟ فمرة الآباء وهم مجتمعين قالوا إحنا هنصوم لمدة، وإن خلال المدة دي مفيش حد هيعمل أكل ولا ياكل ولا أي حاجة، هيبقوا صيام انقطاعي تام. فالأنبا موسى كانت سيرته وصلت لمصر اللي هي دلوقتي بقت القاهرة، والناس بتجيله من كل حتة، فجاله ضيوف، فهو قرر يقوم يعمل لهم أكل، وعمل لهم وقتها عدس. 3 رهبان كده ماشيين شموا الريحة وشافوا الآلهة بتاعت الأنبا موسى طلع منها الدخان. هو ده بقى موسى القديس اللي عمالين تقولوا عليه، أهو فطر أهو، أو معرفش أهو. راحوا قالوا للآباء الحقوا، ده الأنبا موسى ضرب الوصية وبيعمل أكل في قلايته، محدش يتكلم معاه، لما نتقابل يوم السبت هنتكلم ونفهم ايه الحكاية. مجرد ما عملوا المجمع، الأنبا موسى أول ما قعد لقى إن الأنبا مقار قال له أنا عارف إنك ما كسرتش الوصية غير علشان تنفذ وصية. قال له أنا كان جالي ضيوف وكان لازم إن أنا أضيفهم، فقدمت لهم أكل. فساعتها الرهبان اللي كانوا دانوا الأنبا موسى لما شافوا الدخان طالع من القلاية بتاعته، هم نفسهم حسوا كده بالخجل في قلوبهم، إن هو إحنا ظلمنا القديس وافتكرنا إن هو اللي قرر يفطر، لكن الواقع إنه حب الناس اللي جوله وشفق عليهم أكتر ما بيشفق على نفسه. وهي دي برضو وصية بولس الرسول لينا في رسالة روميا، لما نلاقيه بيقول إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. يعني عامل الناس بالمسالمة وبالحب، عامل الناس زي ما انت عايزهم يعاملوك. عايز غيرك يحبك، حبه انت الأول. عايز غيرك يبقى بيحترمك، احترم غيرك. مش عايز غيرك يتكلم عليه، ما تتكلمش على غيرك. مش عايز حد يدينك، لأن برضو دي هنتكلم فيها نقطة الإدانة، لأنه كان وصى بيها، اللي هي النقطة الثالثة لما كان قال له ابعد عن الإدانة. نلاقي كده المسيح من ضمن الوصايا اللي اداها لنا لا تدينوا. احنا شاطرين قوي في حفظها، لكن تنفيذها، شفتي فلانة عملت ايه؟ تعال احكي لك. شفتي الاتنين حصل بينهم ايه؟ انت ما عرفتيش، تعالي. انا ما اعرفش هي ازاي بتعمل كده مع الناس، انسانة وحشة جدا جدا جدا. ما هو زي ما انت بتطلعي فيها العيوب، انت برضه بتقعي في عيب اكبر، وهو الإدانة. بالظبط، النهارده عندك بكره عندي. الوصية اللي بعد كده، الوصية الرابعة، الأنبا موسى كان قال له على الإنسان أن يموت عن كل شر. ودي الوصية اللي بولس الرسول كان قالها كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. يمكن فكرة إن إحنا نبعد عن أي خطية كده متملكانا، سواء إدانة، سواء حاجة وحشة بنعملها، محتاجة الأول إن إحنا نسلم قلبنا لربنا، إن إحنا نقول له كده وإحنا بنصلي كده مقدمة كل صلاة، في مزمور بنقوله في الأول خالص بعد صلاة الشكر، مزمور الإيه؟ ارحمني يا الله. بنقول له قلبا، إن أنا أطلب من ربنا يديني قلب نقي
وقلب سليم قادر انه يحب ربنا فعلا، وما يكونش عايش فيه اي شهوة ولا اي خطية، تبقى عايشة فيه بس محبة ربنا جوانا. ودي مستحيل ان احنا نوصل لها غير من خلال لما نسلم قلبنا فعلا لربنا. وبرضه كان مكمل في فكرة معاملة الناس وازاي تعاملهم. كان قال له: على الإنسان ألا يصنع شرا بأحد، ولكن الامتناع عن صنع الشر يتطلب منا يقظة دائمة ونية صادقة لاتباع تعليم الله في عالم مليء بالتجارب والإغراءات. يعني إيه كل الكلام ده؟ يعني إيه اللي أنت بتقوله ده يا أنبا موسى؟ يعني باختصار عامل الناس بالحب. العالم يمكن يكون من حواليك بيشجع فكرة لازم تبقى قوي، لازم تبقى شرير، لازم تبقى انت السيد، لازم ما تتنزلش ولا تتواضع قدام حد، لازم الناس دايما تهابك وتحترمك. لكن لا، الكتاب بيقول لك: لا تشكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن أشكالكم بتجديد أذهانكم. يعني انت هتتغير وتبقى أحسن يوم ما تتغير من جوه، مش يوم ما تتغير من بره. انك لما تعيش في وسط عالم اسهل حاجة فيه هو الصراع وفكرة الاخذ اكتر من العطاء، ده اللي هيخليك انسان تاني، ده اللي هيخليك تبقى قادر تبقى انسان كويس في تعاملاتك مع الناس. ووصاه برضو، انا خلاص فاضل وصيتين بالظبط ونخلص، انا عارف تعبت. كان بيقول له على الانسان قبل ان يخرج من الجسد ان ينقي نفسه من كل حماقات الجسد والروح. يعني من الاخر بيقول له كده: خلي بالك قبل ما تموت لازم تبقى عامل كشف حساب لنفسك، مش كشف حساب اللي هو فلوسك وصلت كام، لكن الواقع عرفت تنقي قلبك وتنقي روحك، ولا في فكر، في خطية، في عادة، في حاجة متملكاك ومش قادر تعيشها. وده اللي برضو بولس الرسول كان وصانا بيه لما قال: لنطهر ذواتنا من كل تنس الجسد والروح مكملين القداسة في خوف الله. يعني عمرك ما توصل للمرحلة دي غير لما لازم تكون شايف الأول بوصلتك فين، الهدف اللي قدامك هو مين، ربنا ولا فكر العالم وفكرك انت الأرضي. فكرك انت الأرضي معروف نهايته هتكون ايه، لكن لو بوصلتك ناحية ربنا هو هيشتغل ويغير فيك. آخر نصيحة قال له: على الإنسان أن يكون دائما له انسحاق قلب ومتضع، ويستطيع ذلك من أن ينظر دائما إلى خطاياه وليس إلى خطايا قريبه بمعونة ربنا يسوع المسيح. أول ما تحس إن خطية الأنا ركبتك، أنا هو بقى يكلمني أنا كده، هي تقول أنا كده، هي تتكلم عليا أنا، هي تعمل معايا أنا كده. فكرة الأنا طول ما أنت بتبص على خطايا غيرك هتفضل فاكر نفسك كويس. الأنبا موسى لما حب يعلمهم درس مهم في الإسقيط، لما قالوا له: تعال احنا عاملين مجمع فيه راهب غلط وسقط وعايزينك تيجي في قلب المجمع، قال لهم: مش جاي. قولوا تاني: يا أبانا لازم تبقى موجود. مش جاي. المرة الثالثة ولا تزعلوا نفسكم، قام جاب كيس وملاه رملة وثقبه من تحت، يعني خرمه من تحت، ودخل بيه شاله على ظهره. هو ايه اللي انت جاي بيه ده يا ابانا؟ خطاياي اللي بتجرجر ورايا وانا عامل نفسي مش شايفها عشان اجي ادين اخويا النهارده. قلت اسيبها هي تجري ورا ظهري وجاي عشان ادين اخويا النهارده.
ساعتها الرهبان اتعلموا الدرس وعرفوا انك قبل ما تبص لخطايا غيرك بص لنفسك الاول. قبل ما تخرج القذى اللي في عين اخوك اخرج الخشبة الاول في عينك. ومن خلال عشته في البرية مع ربنا قدر يعيش بالروح المتضعة واللي ادته قوة أكبر بكتير من اللي كان عايش بيها. وعشان كده نلاقي في الكتاب المقدس نلاقي بيقول اتضعوا قدام الرب فيرفعكم. قول له يا رب أنا مش قادر إن أنا أبطل فكرة الإدانة، مش قادر أبطل فكرة العصبية، مش قادر أبطل الحاجة الفلانية. ساعتها هو هيديك القدرة ويديك المعونة اللي تغير فيك. نصايح يمكن بسيطة لكن يكفي لو طبقنا واحدة منها بس في حياتنا. ربنا يدينا نعمة وبركة بشفاعة القديس العظيم الأنبا موسى الأسود. ربنا يفرح قلوبكم دايما ويكون معاكم، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.